السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة عالم نادية للطبخ المغربي. يوم جديد، فيديو جديد ووصفة جديدة. أخواتي، مع هاد الحرارة هادي حبيت نشارك معكم هاد التحلية الباردة اللي تتجي بنينة بزاف بزاف واقتصادية وسهلة. كيف ما عودتكم دائما، أنا دائما تنحاول نقدم لكم الوصفات اللي تتكون في المتناول، بسيطة، لا في المكونات ولا في طريقة التحضير. هادو هما المكونات أخواتي. تحلية بالخوخ تتجي رائعة رائعة بزاف. ندوز معكم حالا لطريقة التحضير. قبل من طريقة التحضير أخواتي غنشارك معكم المكونات. هنا عندي واحد 4 الحبات ديال الخوخ. كيف ما تلاحظوا، إلا كان الخوخ كبير ديروا غير 3 الحبات فقط. أنا هنا صغير درت 4. بالنسبة للميزانة غندير 3 المعالق، وغندير 2 أكياس ديال الفاني، وعندي هنا فلون فاني. هذا تيعطي واحد النكهة زوينة بزاف. إلا كان عندكم فلون ديال الفاني بدون سكر غديروا 3 المعالق ديال السكر. هنا عندي انايا الفاني بالسكر، ما غاداش نضيف السكر في هذه التحليه هذه. وعندي نص لتر الحليب. هادو هما المكونات اخواتي. دابا نبدا معكم حالا طريقه التحضير. بالنسبه اخواتي للخوخ، هنا الخوخ مغسول مزيان مزيان بالخل والماء. غنضيفو بجلوف ديالو، غنحيد ليه فقط غير هاد النواه اللي تتكون داخل، ونقطعو ونديرو في الخلاط. صافي اخواتي، ونقطعو طريفات ونديرو في الخلاط. في كاس ديال الخلاط الكهربائي غنضيف الخوخ ونزيد عليه حليب، نص لتر الحليب. غنزيد عليهم 2 اكياس تاع الفاني. هادو تيعطيو نكهه زوينه بزاف بزاف، لان التحليه فيها مذاق الخوخ والفاني، تتجي زوينه بزاف بزاف. جربوها، تحليه بارده تتواتى جدا مع هاد الحراره. صافي اخواتي، في الاول غادا نطحن الخوخ مع الحليب والفاني عاد باش غنزيد المكونات الاخرى. دابا اخواتي الخليط ديالنا تطحن مزيان، الخوخ مع الحليب والفاني. غنزيد هنا 3 معالق ديال الميزينا، كما تشوف معايا، الاولى الثانيه والثالثه. كيف ما تشوفوا معايا 3 المعالق تاع الميزينا، وكيس ديال فلون فاني. كيف ما قلت لكم، هذا الكيس ديال الفلون ديال الفاني فيه السكر، داكشي علاش ما غاديش ندير السكر. الا كان عندكم فلون بدون سكر ضيفوا 3 المعالق تاع السكر. صافي، ودابا نخلط جيدا. دابا الخليط ديالنا اخواتي تطحن مزيان مزيان كيف ما تلاحظوا معايا هنايا. دابا غنديروه في واحد الكاسرونه. دابا درتو فوق البوطه. غنبقى اخواتي نحرك حتى الغليان، حتى الخليط ديالنا يغلى، ونتلاقى معكم في المرحله المواليه. صافي، دابا التحليه ديالنا ملي تصير على هذا الشكل صافي غلات، ندوزو حالا نسكبوها في الزليف كيف ما تلاحظوا. صافي اخواتي، دابا بعد ما سكبت التحليه في الزليف غندخلها للثلاجه باش تبرد، ونتلاقى معكم ان شاء الله في التزيين والشكل النهائي ديال التحليه ديالنا. بقاو معايا اخواتي. وهذا هو الشكل النهائي تاع التحليه البارده ديال الخوخ. تتجي على هذا الشكل هذا. انا زينتها ببعض الحبات ديال الخوخ، قطعته مربعات صغيره ووضعته في الوسط، وفي الجوانب زينتها بالقليل من المكسرات على هذا الشكل. ممكن تخليوها عاديه كيف ما بغيتوا، وديروا
التزيين اللي حبيته. انا حبيت نشارك معكم هذا التزيين البسيط اللي درت ليهم. نتمنى الفيديو ديال هذا اليوم ينال الاعجاب ديالكم وتجربوا هذه التحليه البارده لانها تجي لذيذه بزاف. وما تنسونيش اخواتي بلي لايك والتعاليق اللي تحفزوني باش نستمر معاكم. والاخوات اللي تصادفوا مع الفيديو ديالي وباقيين ما تابوناوش يتابوناو وفعلوا الجرس فضلا وليس امرا. وتنتمنى لكم شهية طيبة وفرجة ممتعة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.